2025 كانت سنة مليانة دسات، حتى في الراب سين المصري اللي بقاله سنين ما فيهوش دسات حصل بيف السنة دي، وحتى قبل البيف اللي حصل كان في دسين نزلوا، بس يعني هتكلم عنهم في فيديو افضل تراكات واسوأ تراكات. فيديو النهارده هيكون فيه دسين بس مصريين، لكن في 8 دسات مش مصرية، 8 دسات من 5 دول مختلفة، 5 دول عربية طبعا. مش هقول لك ايه هي الدول عشان ما احرقلكش ايه هم الدسات، لكن اوعدك ان فيديو النهارده هيكون متنوع قدر الامكان، لان بامانه مش بتابع لكل البيفات او السينات العربيه عامه، يعني مفيش حد هيقدر يتابع كم السينات دي، بس يعني في حاجات بتتخطى حدود السين بتاعها، حاجات بتطلع كده بره البلد وبره حدودها وبتسمع في الوطن العربي كله، فالحاجات دي هي الموجوده معانا النهارده. في حاجات كتير اندر ريتد، حاجات كتير ممكن تكون قويه ويمكن كمان مشهوره بس ما وصلتليش، بس دول الدسات القويه اللي انا اعرفها في 2025. فانزل اعمل لك سبسكرايب وفعل زر الجرس تابعنا على الانستجرام، ويلا بينا نبدا. طبعا انا مصري وجزء اصلا من الراب سين المصري، وفي نفس الوقت متابع الراب سين السعودي من اكتر من 10 سنين ومتعمق فيه الى حد كبير يعني، فدول اللي انت تحسبني عليهم. اي حاجه بره دول فالصراحه لا، يعني انا مش متابع كويس، فلو في حاجه جامده انا ما اتكلمتش عنها قول لي في الكومنتات وعرفني عشان ابدا اتابعها، والسنه الجايه ببقى خبير فيها واجيب اقوى دسات من باقي السنات. فعامه اول دس معانا وفي المركز العاشر دس حربي. نجوع لك تربي تبدا زي شندي كلبي، ما هو شندي كلب عربي وحتى انت كلب عربي. دس حربي هو دس ليبي لام سي ميجو. بجد انا لما سمعت الدس ده انبهرت من الليفل الراب الليبي وصل له، تقريبا تالت دس اسمعه اصلا في الراب سين الليبي، فكان عندي خلفيه عامه ان هم جامدين، بس الدس ده تقريبا متكامل في كل حاجه انت ممكن تكون محتاج انها تكون موجوده في دس. لازم ما تفكر قبل ما تجازف عزيزي، عرفتك في التراك عيسى للسداسي. يعني بجد ايه كم الفلوهات دي؟ انا مش فاهم. حاجه من ضمن الحاجات اللي تقوي جدا الدس ده بالنسبه لي الانتاج بتاعه، كليب رهيب يا جدعان، الكليب عالي قوي مصروف عليه، وحاجه من ضمن الحاجات اللي بتخلي الكليب نفسه قوي اداء ام سي ميجو قدام الكاميرا. بجد دي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي تضاف للدس، التفاصيل الصغيره دي اللي بتفرق. عمري ما سببت فتنه بين الليبيين، ليه انت والكلاب اللي معاك تفتنوا غادي وانا. الحمد لله انا مصري عشان ما حدش يقول لك انت منحاز للغرب ولا منحاز للشرق. عامه انا اصلا بتلخبط مين من الرابرز دول في الشرق ومين في الغرب، بس انا عامه حد بيحب التحزيب قوي يعني فاهم. فانا معجب بالبيف اللي ما بين الشرق والغرب لو هتطلعنا دسات جامده زي دي. دخوله كذب خايف يتمنخل جسمه، بطخه على نهر الكلب ضاعت تبرير الاسم. ونروح للمركز التاسع ودس لبنان الكبير. الدس ده مش هتكلم عنه قوي لان ببساطه انا مش متابع البيف، انا خدت فكره واستنتجت حاجات برضو كالعاده من البارات نفسها، لكن لسه الموضوع محتاج دراسه، وانا حابب ان انا اعمل فيديو الصراحه، حابب ان انا اعمل فيديو تحليل للبيف ده لان انا بعشق البيفات الدوليه دي انا بعشق الفتنه عموما فاهم. فحابب ان انا الصراحه ما احرقش الكلام عن الدس ده واتقل واوفر الكلام للفيديو اللي هعمله. غني بطيء او راكب نتيجتها زيت اسطو، راكب الدكر على الدكر يا شكر ده انت للامانه الدس قوي جدا وبجد يستاهل ان هو يكون في مركز غير التاسع خالص. فمن هنا انا هبدا اقول لك ان بجد المركز التاسع لا يعني ان هو وحش او لا يعني ان هو في فرق شاسع ما بينه وبين المركز الاول مثلا، لا، هي الفكره كلها الترتيب اصلا معمول لاغراض تسويقيه فاهم، او تشويقيه فاهم. يعني انا مرتب الترتيب ده هو عشوائي الصراحه مش هكدب عليك، لكن بجد هو دس جامد جدا، ولو هنرتب صح هو مش هيكون في التاسع خالص يعني. وعلى ذكر العبث اللي في الترتيب، فدس في المركز الثامن، موجود في المركز الثامن عشان اسمه بيبدأ برقم 8، فهو 8 غرب فلا بجد دي الطريقه اللي انا برتب بيها. ما تفتكرش ان الموضوع حسب قوه الدس، لا، قوه الدس خليته موجود في القائمه. يعني الحاجه اللي فعلا ركزت فيها وتعبت فيها ان انا اصلا اختار التراكات، لكن مش ان انا ارتبهم. الترتيب بقى الصراحه صعب لان مده كل تراك مختلفه ولغه كل تراك مختلفه ومتابعتي لكل بيف مختلفه. فعامه 8 غربه كنت اتكلمت عنه بما فيه الكفايه على ام اي راب، اتكلمت عن البيف كله. نصرة خدوا مطعم بيتزا قال يا لهوي يا بتوع مصر يا اولاد اللذينه. وبما اني قلت اصلا من الاول ان هم دسين بس مصريين الموجودين، فانت عارف ان مفيش اي دس تاني غير الدس ده هيكون موجود من البيف دي، وده متوقع جدا لان الطرف التاني في البيف او الاطراف التانية بقى عموما سواء في اي جنب من الجنبين كانوا بينزلوا حاجه يعني شبه الدسات، لكن هي مش دسات ولا تمت للراب بصله اساسا. مش بس زياد زوز على فكره، لا، بتكلم عن كل الاطراف التانية اللي كانت في البيف باستثناء ابو الانوار ويمكن فليكس في الدس الاخير اللي نزل واتمسح بعد ربع ساعه ده، لكن بجد الباقي كله بلح يعني. لكن 8 غرب كان تأكيد مع ابو انوار ان هو جامد في الدسات، وان فكرة ان ابو انوار جامد في الدسات اللي كانت اتنمطت بسبب عباسية وخنكة هي فكرة حقيقية فعلا، والدس كان فعلا جامد. لذيذي تحب تتهزق انت تسلي القعده انت مزه، فضلت تطلبها بس انت مش رابر يا تفه من بارتي مبروك مين مدس. قليل قوي في الراب سين المصري لما تلاقي الناس كلها متفقة على
طرف واحد ان هو كسبان بيف. في كل البيفات بتلاقي دايما في جبهتين، في طرفين، لكن البيف دي اعتقد 90% من الجمهور كان مقتنع ان فعلا 8 غرب او ابو الانوار هو اللي كسبان البيف عامه، حتى بعد رد زياد زازا. طبعا ده باستثناء اللجان، يعني لو تغاضينا عن اللجان فهو 90% او 100% كمان مقتنعين بان 8 غرب كسبان الدسين بتوع زياد زازا، مجتمعين. دي الاشاعه هديك نسبه من ارباح الدس اعلى من النسبه اللي في العقد بتاعك. طيب حاجه برضو بتميز الدس ده ان هو ماشي بنفس التيمه بتاعت دسات ابو الانوار، واللي هي حاجه جامده جدا انك تعمل لنفسك تيمه او تعمل لنفسك شكل معين للدسات بتاعتك، انك تشبهها بالباتلات، فاهم؟ تعمل كذا راوند، 3 راوندات في كل ديس، وتقول تايم في الاخر كانها باتل، ده لانك جاي من الباتلات. فلا بصراحه شغل عالي قوي، ويستحق انه يكون موجود في اقوى ديسات عربيه في 2025. لومتك بالقصف ما تشمشك في مصر ما تمدك عالصفر ودرك. في المركز السابع ديس كارثه لليريكال. وانا عايز اقول حاجه، ده مش اكتر ديس حبيته الليريكال او مش اكتر تراك حبيته الليريكال، لكن ده ديس صريح، او ده اقرب للديس من انترو ما كانش ديس، في تراك فيه نكش عادي، بس يا جدعان انترو ادمان بالنسبه لي. انا اتكلمت في فيديو اكتر تراكات سمعتها في 2025 عن كل التراكات اللي سمعتها، ونسيت انترو. بجد انترو يا جدعان ما كانش موجود اصلا في التوب تراكس، ما اعرفش ازاي، انا بجد سامعه بتاع مليار مره، بس ممكن يكون اللي شتت عدد التشغيلات ان انا سمعته على اليوتيوب كتير، بعد كده رجعت اسمعه على سبوتيفاي كتير، فده ممكن اللي قال ان انا سمعته. بس هو اصلا مدته طويله، فانا ممكن اكون سمعته بتاع 20 مره ولا حاجه، بس حاسس ان انا سمعته كتير. بس هو عامه تراك جامد قوي، انا لدرجه ان انا قاعد بتكلم عنه اصلا وسايب الديس اللي انا مختاره في المركز السابع. وحزعتها بعتبي لسه ما قلت ادبي يرسل توأم النذل بس حلعبها ان عربي. وده ممكن يكون السبب الحقيقي ان انا اخترت كارثه، ان انا شايف ان ليريكال يستحق يكون موجود له تراك السنه دي، لانه عامل شغل عالي قوي، واللي اهمه بجد اهم حاجه في الشغل العالي اللي عمله ده تراك انترو رهيب بجد. انا مش عارف العبط اللي انا بعمله ده، المفروض اتكلم عن كارثه. هو كارثه عموما ما سمعتوش كتير، لكن هو جامد ولا يقل جمدان قوي عن انترو، يعني هو كويس، يعني يرقى ان هو يبقى زي انترو. بس ليك مجلي وحالة تالف عنها بقصيرة مسيب الغدار طبع ده فيكم وغلطة تنهيكم دقيتم صهيوني فصار. عايز اقول لك ان انا ما كنتش بسمع ليريكال اصلا غير في البيف بتاع دراجون فاير، والسنه اللي فاتت حصل بيف ما بينه وبين كالز، او كان حاصل يعني ايا كان، بس انا رجعت سمعت اللي هو فتحي عثماني ده، ومش فاكر لو كان نزل حاجه تانية ولا لا. لكن لما سمعت السنه دي التراكات اللي بينزلها ليريكال، انا اتصدمت بجد للليفل اللي هو وصل له. عارف ليريكال هو ما كانش بالقوه دي ابدا، فكون ان هو يتطور ويوصل للمستوى ده، دي حاجه جامده جدا، حاجه لازم بجد احييه عليها. وفي المركز السادس ديس حليم تاج السر مولوتوف. على التش معلم سايقكم بالغش بكسركم بهد العش بمتعكم بحش الحش. طبعا ده ديس سوداني من حليم تاج السر. انا مش متابع البيف بامانه، لكن برضو خدت فكره عنه، وبامانه هو مستوى قوي جدا وابهرني. سنية متع الشغل ازيد في الشغل خش في حالة معدية. الحاجه اللي فعلا بتميز الديس ده عن اي ديس تاني موجود في القايمه هي ان هو مش اولد سكول. نادرا لما بتسمع ديس مش اولد سكول ويكون جامد في نفس الوقت، وخصوصا في راب سين عربي قليل قوي لما تسمع ديسات مش اولد سكول، وخصوصا يعني على الاقل في اللي انا بسمعهم، يعني عشان ما يكونش في ديسات كتير كده وانا اللي مش متابع. لكن لو هتكلم عن السين السعودي او السين المصري، الفكره دي مش موجوده، لان انك توفق ما بين انك تغني وتطرب اللي بيسمع، وبين انك في نفس الوقت تقول كل اللي انت عايزه او اللي انت بتدس بيه خصمك، دي حاجه صعبه جدا. بزيفة ما بتعرف البيف من البيفة، ما عارفة اللعبة دي وسخة وعنيفة. عالمي والله العظيم بجد، ليفل عالمي عالمي. انا منبهر الصراحه برضو بالدس ده ومستمتع، يعني فاهم، ده تراك عايز تسمعه كل يوم حتى لو انت مش في مود انك تسمع دسات. ما في شيء اسمه رديدو انهيتو مديدو لازم تتعلم تتكلم لو ودك ذرك تجيد. المركز الخامس ديس كالز دايوث الجزء الثالث، لان كان في جزء تاني واول كانوا نازلين قبل سنتين تقريبا. كالز عموما ميزته ان هو من اقوى الرابرز اللي شفتهم بيقولوا افيهات عامه، يعني في رابرز كتير بيعرفوا يعملوا ديسات قويه ويقولوا بنشاط واجواء حماسيه او فاهم جو عنف، لكن قليل قوي اللي بيعرفوا يترولوا على اللي قدامهم، قليل قوي اللي بيعرفوا يعملوا اللي قدامهم ماده للضحك، يعرفوا يتريقوا عليه، يعرفوا يخلوا الفانز يضحكوا، وفي نفس الوقت برضه يبقى الديس قوي. فالديسات بتبقى من امتع الديسات اللي بسمعها عموما عشان النقطه دي بالذات، نقطه الضحك. يعني ما اعتقدش ان في اي ديس في القائمه دي كلها ممكن يضحكك زيه. كل ما التفت ودي على قفا بلاقي ذا قفل حسابه دون داعي، ترى لو جبت سيرة اهلي ثاني بحرمك من الصناعي. في قاعده دايما بقولها في كل فيديوهاتي، ان ما ينفعش يكون الديس او التراك عموما الموجود في القائمه لسه نازل جديد، لازم يقعد وقت عشان اقدر اختبر مدى قوته. اي تراك لما بينزل بيبقى فيه كده انبهار بيه او حلاوه البدايات، ما اعرفش يعني، بيكون لسه ما تعرضش لاختبار هل هو ممل ولا لا، هل هو جامد ولا دي بس الشوك اللي بيعملها اول ما بتسمعه، فاهم؟ فعشان كده ما بحبش اختار حاجه من الجديد. لكن لا الصراحه الديس ده انا واثق فيه، واثق ان هو جامد.
لان في رابرز عموما بيبقوا رابرز ديسات، هم تخصصهم الديسات. ده غير ان الديس قوي جدا ويفرض نفسه ان هو يكون موجود في القائمه دي من اول مره تسمعه اصلا. تغسلهم عنده 5 قنوات لكن غبي فيهم كلهم. صيغة مؤنث تتكلم بها وتتحدث يا معنف، وانت ذكور إناث الفريقين يرفضون. ولسه في السعوديه، واعتقد دي صدمه ان احنا لسه في السعوديه، لان في المركز الرابع ديس ارملة الالفا لكلاش. انا عارف ان المركز ده هيخلي الناس تخش تشتمني، بس افتكر حاجه، انا قلت لك من الاول مفيش ترتيب، فيعني خلاص ما تقدرش تمسك على اي حاجه. يا عم اعتبره في المركز الاول. قلت لك الترتيب موجود لاغراض تشويقيه وتسويقيه مش اكتر، خطه تسويقيه يعني. الدس ده تقريبا الوحيد في القايمه، او لا في 8 غرب قلنا، يبقى الدس ده و8 غرب هم الدسين الوحيدين في القايمه اللي انا حللتهم، مش محتاج ان انا اتكلم عنهم كتير. اي نعم انا ما حللتش الدس ده اصلا، انا اتكلمت بس عن نقط القوه اللي فيه، لدرجه ان عملت فيديو ازاي تتعلم الراب عن طريق ارمله الالفا. يعني ده فيديو كامل يثبت ان الدس ده تاريخي. فكره الفيديو ان الدس بجد موجود فيه كل حاجه لازم تكون موجوده عند اي رابر، سواء الاساسيات او حتى الحاجات التانية الفرعيه والمهارات اللي لازم تكون موجوده في اي تراك، كلها مجتمعه في ارمله الالفا، باختلاف بقى مدى قوه كل حاجه منهم. تعرف قرضاب قلم اللي ما تطيق، اللي جاب لك الضيقه كما عهدت وما فقد بريقه جروحك تنزل. وزي ما انا قلت القائمه دي ما فيهاش ترتيب قوي، لكن لو هختار مركز اول فهيبقى واحد من التراكات اللي هم في التوب 4. يعني من اول هنا بقى كل اللي جايين دول يستحقوا مركز اول بصراحه. اي حاجه قبل التوب 4 فلا مش مركز اول، مش هكدب عليك. وفوها وقيموها قولها بعالي الصوت يا منكوس الفطره، اسمك موجود في الديث نوت. حاجه برضو عايز اقولها قبل ما نروح للمركز الثالث، كلاش بجد يا جماعه كل سنه بيبهرني وبيصدمني ان هو ازاي في حد من الجيل القديم لسه مكمل للدرجه دي، وفي نفس الوقت لازال بنفس القوه، او بالعكس هو طبعا بيتطور بس لازال محافظ على جماهيريته وبتزيد ما شاء الله يعني. فما علينا نروح للمركز الثالث، والمره دي بقى ديس على كلاش طبعا سلومو اسمع الحقيقه او كش مات. شات جي بي تي تيجي تتعلم اي بي سي، ما في اي اف هنا في سلو بين ام و اي. هاي سلومو عامه من نوعيه الرابرز اللي بيختفوا او بيقعدوا ينزلوا تراكات مش عايز اقول ضعيفه، بس مش بالمستوى اللي يبهرك يعني، لكن بجد لما بيركز او لما بيحب يعمل حاجه قويه بيعرف يعمل حاجه قويه فعلا. وده شفناه في جاسوم السبعه وفي انا من رب جيت. لكن بجد اللي راجعه الفجعه بتاعت سلومو كانت اسمع الحقيقه. واهله الكل متبري منه لانه فاشل وشاطر ما يقدر يقاتل، جات المشاكل يتحول ديس ده يا جدعان مش مجرد ديس قوي، حاجه من الحاجات اللي بتضيف قوه للديس هي الديس اللي هو بيرد عليه، فاهم؟ فارمله الالفا انا لسه قاعد بمدح فيه بقاله نص ساعه، لكن بجد الديس ده قدر يرد على ارمله الالفا، دي حاجه تحسب له جدا، وخصوصا انه بعد شهر واحد من ارمله الالفا. بامانه انا اتصدمت، لان بعد ارمله الالفا كنت واثق ان سلوم حاجه من الاثنين، يا هيختفي 6 شهور ويرجع بعدها بديس قوي عادي، يا هيرد برد تافه. لكن هو لا عمل دي ولا عمل دي، هو رد قوي وما خدش وقت الاثنين. ورغم ان الديس قصير جدا مقارنه بارمله الالفا، لكن هو رد على معظم الحاجات، خصوصا الحاجات المهمه اللي في ارمله الالفا. هو كمان ضاف حاجات جديده. ترى الجمهور كله واعي شغلك جايز، داعي ذكاء وفن حقيقي انت فيك. حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي حبيتها في الديس ده ان هو رجع للكليبات. الراب سين السعودي كان واحده من اقوى الحاجات فيه هي كليباته. انا في 2017 كنت بنبهر بعظمه الكليبات في الوقت اللي كان الراب سين المصري ما فيهوش كليب واحد تقريبا، باستثناء طبعا العلبه الذهبيه دراجون هيد، لكن كان كل الديسات بتنزل اوديو عادي. فالحاجه اللي كانت مبهره بالنسبه لي في السين السعودي ان الرد بيكون سريع وفي نفس الوقت معمول كليب. لكن الفتره الاخيره كلاش بيعمل تراكات بالاي اي او اوديو بس، وهكذا برضو سلومو، لكن سلومو بقى كسر الحته دي وعمل كليب، فدي حاجه برضو تحسب للديس ده. والحاجه اللي انا بحب الكليبات السعوديه بسببها ان الكليب نفسه بيكون فيه قصه، يعني بيكون فيه بانشات مرئيه كتير، دي حاجه انا بعشقها في اي ديس او اي تراك راب. وانت سهله اتحكم فيكي لانك زي ولدك يا كيكي، ما عندك ضمير. رغم من ديس قصير لكن في سويتش يا جدعان، التفاصيل دي بتفرق. كون ان انت في وقت قليل جدا تعمل ديس، وفي نفس الوقت الديس تكون مدته قصيره، وفي نفس الوقت الديس رغم مدته القصيره يكون في بيتين وفي سويتش، لا دي حاجه تخلي الديس ده بجد قوي جدا. وبصراحه انا شايفه اقوى من ارمله الالفا. ودلوقتي نروح للمركز الثاني. المركز الثاني يا جدعان مش مركز تاني، يعني التراك اللي قبل الاخير معانا في الفيديو، لان ده لازم يكون مركز اول، وهو ديس عني بيتو شو شامم نيدو، اكفانا كبيره عليك لو قتلتك بلفك بسبيدو. طلب ولي امر. فاكر القاعده اللي لسه قايلك من شويه، ما ينفعش الديس يكون جديد. تخيل بقى ده ديس جديد بقاله اسبوعين بس، وفي نفس الوقت
انا مقتنع ان ده عادي يكون مركز اول، بس المشكله في حد في المركز الاول انا شايف ان هو برضو يستحق يكون مركز اول، والاثنين اللي فاتوا انا شايف ان هم يستحقوا يكون مركز اول. لكن عامه ده ديس تاريخي بجد. اي نعم فكره استدعاء ولي امر كان مروان موسى عملها في بيفو مع ابو الانوار وابو يوسف، فهنا بيتكلم عن نفس الفكره ونفس الاسم، لكن الفرق ان ده كليب وعادي ممكن تكون تعرض افكار او حتى فكره مكرره، لكن هي اتعملت جامد قوي بجد. فريسبكت لتنفيذ الفكره عامه. جوزك ولد انسكيور طرطور وبيدعي الذكورة الزور يلي بيحكي بعيلة خير. حاجه من ضمن الحاجات اللي عجباني في الديس ده رغم انها حاجه وحشه بس ان هو تحسه نسخه من ميت ذا جرامز بتاع كندريك، ان كندريك كان بيكلم عيله دريك. هنا بقى ايه، في اول فيرس هو كان بيكلم امه لانه عمل استدعاء ولي امر، في البيت التاني هو بيقول عزيزتي وكانه بيكلم مراته. فهنا هو عوض حته ان هو ما بيشتمش كتير بان هو برضه في نفس الوقت بيهينه، بس فاهم من غير ما يشتم، فاهم حاجه هو شتم بس قصدي يعني من غير ما يبقى كل التركيز على مجرد الشتايم، فاهم ازاي تشتم بطريقه كرييتيف من الاخر. اسمع بشير بوكر توف للعميل يلي ما بيعرف يشوف الفيلم فاسمع بشير. يا جدعان الفيرس التاني اللي بعد السويتش تاريخي، بدايه من البيت اللي بجد مرعب. انا بص اول ما البيت بدا اصلا عرفت ان احنا داخلين على فيرس مرعب، فسواء البيت او الليركس الاثنين اسطوريين، او حتى طبعا الفلوهات اللي في الفيرس الثاني اللي هي اجمد بكتير. الفيرس الثاني للتاريخ والله العظيم بجد. المشهد مللت بالراب وبالشارع رح طارت فيكن للممات ولا لا. انا بعشق عامه نوعيه البارات دي، البارات اللي انت لما تسمعها تحس ان هو فاهم البارات نفسها بتتغني نفسها، فاهم دي حاجه بتخلي الدس ممتع لاقصى درجه. اخذ قرار باستهدافك بوب لا تخاف تحكي اسمي شفافك تنطق دق الفيرس التالت بقى طرب يعني فاهم تسمعه تنطرب ايا كان بقى انت متابع مش متابع. كمزيكا عموما هو اكتر فيرس رايق فيهم يعني. وفي المركز الاول طبعا وبدون منافس رغم قوه الدسات اللي كانت موجوده طول الفيديو طول السنه دي عموما، لكن الدس ده فعلا فارق عن اي دس تاني وبيحتل المركز الاول مستريح، لان بجد الدس ده يدخل قائمه اقوى دسات في تاريخ الوطن العربي عادي جدا. طبعا بتكلم على الدس المعلم غركش حد فيهم كلهم فوجة فانتا نبقى ديما فوق من ربك ياخذ ضمان. الدس ده من ليبيا وعلى كذا شخص، وانا مش متابع قوي عشان اشرح لك تداعيات البيف بامانه مش هكدب عليك. اصلا ما بسمعش حد في ليبيا غير ام دي مهدي، كنت سمعت ديس استاذ المدرسه بالصدفه وبعد كده سمعت الجزء الثاني بتاعه، بس استاذ المدرسه ده كان من 3 سنين او سنتين مش عارف، فكده كان مش 2025، فبس انا ما بسمعش غيره. وطبعا سمعت الديس ده بسبب الضجه الكبيره اللي هو خدها، فزي ما قلت في الاول اكيد في ناس ثانيه جامده ومش موجوده جهلا مني يعني. بس اتقل لسه ما اتكلمش اصلا عن الديس وليه هو موجود معانا في المركز الاول. من فوق ومن تحت تعويله يمشوا بالبلح كل ما ندير تراك نركب فيهم نوبة هلع. الديس ده مش بس هو موجود معانا في اقوى ديسات، ده كل بيت فيه او كل فيرس فيه يعني ينافس على اقوى ديس في 2025 عادي جدا. يعني التراك فيه 7 سويتشات او 6 مش عارف هم 7 بيتات و6 سويتشات، فلو اعتبرنا كل بيت تراك لوحده بجد هو ينافس عادي جدا على اقوى ديس السنه دي. عارف مش ندي اعرف ظهري خساره فيه مانيش دكتور في البيطره بس حبيت نداويه. يا جدعان 20 دقيقه ومفيش زهق، هي دي الميزه اللي خلت التراك ده في المركز الاول. يعني الديسات اللي فاتت يمكن تكون اجمد لكن المده بتاعت ده اطول، فطبيعي ده يكون موجود في مركز اعلى. بس لو كان اطول ومش اجمد ما كانش هيبقى موجود، فاهم حاجه يعني لو الدس 20 دقيقه يتصفوا على 10 دقائق بس والباقي ده كله حشو ما كانش هيبقى موجود في المركز الاول. لكن لا هو ال 20 دقيقه كلهم جامدين. انا سمعت الدس اكتر من مره اختبرته كتير 20 دقيقه وما بزهقش، بالعكس لما بيخلص ببقى عايز اشغله تاني. يشكي مني بيه رقصت خليته يسكر نت ما ينزلش حتى بوست مشكله. يا جدعان بجد مرعب، انا كل ده مش فاهم حاجه انا بجد يعني في حاجات كتير مش فاهمها زي ما قلت لك انا مش متابع البيف، بس في حاجات بتتخطى حاجز الفهم، في حاجات بتتخطى حاجز اللغه اللي انا برضه في حاجات فيها مش فاهمها. فانت ايا كانت لغتك ايا كانت درجه متابعتك انت هتحس قوه العمل، هتفهم حاجات كتير. فبجد لا جامد قوي. زاد مين الوضع يقعد زاد لاني شفت الوضع هابط فات زاد في الكساد. خلي بالك انا كل جزء بجيبه من التراك بيبقى من بيت مختلف عشان تلاحظ كم السويتشات اللي هو بيعملها. نقطة الضعف الوحيدة هي الكليب بجد. انا عادي جدا بسمع التراك بس لازم اكون بعمل حاجة، لكن ان انا افضل قاعد قدام الفيديو على اليوتيوب لمدة 20 دقيقة والكليب ما بيتغيرش، يعني يا دوبك هو غير التيشيرت في الاخر ده اللي حصل بس اختلف في الكليب كله، فعلا ده اللي بيبدأ يخليك تمل شوية. لكن انا شايف ان كان ممكن يعمل فيجوالايزر، كان ممكن يغير يعني يضيف اي حاجة للمونتاج يخلي الكليب امتع شوية، لكن غير كده هو كراب كتراك كاوديو على ميوزك كابا وانا ما نبراش لساني يسلك الكوفي كلاش مش فاضي نحكي غير بس في الكاش.
يا جدعان مش طبيعي بجد. يعني ايه واحد يغني على كم البيتات دي وبكم الفلوهات دي وبكم الطرق المختلفه دي وجامد في كل حاجه بيعملها؟ يعني حتى اخر بيت اللي هو دريل برضه جامد قوي فيه. يعني انا لو انا بسمع اخر بيت بقول هو لو كان الدس كله دريل انا كنت ابقى مستمتع برضه، رغم اني مش بحب الدريل اصلا، بس لا هو جامد. انا ده من اجمد الفيرسات الدريل اللي سمعتها عامه، مبهر يعني بجد. اخر دقيقه في الفيديو انت مستمتع. وبس كده، وده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. اكيد في دسات كتير جامده مش موجوده في الفيديو طبعا، لازم يعني مفيش قايمه تكون متكامله. فاي دس انت شايف ان هو كان يستحق يكون موجود في الفيديو قول لي عليه في الكومنتات على طول. وبس كده، تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، تابعنا على الانستجرام، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.